أهلا بكم يا أصدقائي في عصر بطل العالم الثالث الكوبي جوزيه راؤول كابابلانكا، وسنتعرف على أقوى أسلحة كابابلانكا وهو نهاية الدور. وهذا الدور يسمى بأعظم نهاية دور لكل الأوقات، ولكن للأسف ضحيته هو صديقي العزيز والقديم زفيلي تارتاكوفر البولندي المتوفي سنة 56، وكان أول لقاء به من خلال كتابه القيم 500 دور في الشطرنج، الذي قسمها على 3 أجزاء، أولهم الأدوار المفتوحة، ثم الأدوار نصف مفتوحة، وأخيرا الأدوار المغلقة. ويشمل 500 دور لأساتذة الشطرنج محللة تحليلا دقيقا. أنصح كل صديق أن يقتني هذا الكتاب، ولكن إنجازه العظيم هو اشتراكه مع ريتي ونيمزوفيتش في وضع نظرية الشطرنج فوق الحديث، الذي يعتمد الهجوم من الأجناب بفيونكة الفيل. ولتارتاكوفر عدة أقوال طريفة، منها إن بعض أجزاء الخطأ لابد أن تكون صحيحة، وأيضا يقول إن التكتيك هو معرفة ما عليك أن تفعله عندما يكون هناك ما تفعله، بينما الاستراتيجية هي معرفة ما عليك أن تفعله عندما لا يكون هناك شيئا تفعله. وقد قدره كثيرا أشهر ناشر في الشطرنج البريطاني جراند ماستر هاري كولماك صاحب موسوعة الشطرنج إن تارتاكوفر هو أكثر من قابل ثقافة ودراية بتأليف كتب الشطرنج. والآن هيا إلى كابابلانكا ونهاية دوره الخالدة التي بدأت من هذا الموقف. هيا نرى ونتعلم. إهداءات الفيديو السابق: تامر الخولي، أيمن وردة، الحزين، فهد أحمد، لويس فير، بودي مالك، دكتور نجيب النوري، محمود صبحي، مصطفى محمود، ميدو بك، وليد ثابت، رعد سعد، حسن سعيد، ومنى بهريم. هقدم هذا الدور بتحليل ستوكفيش، ولذلك ربما نرى نقلات غريبة في التحليل. كابابلانكا بالأبيض وبدأ D4، ولكن هناك قولين في رد تارتاكوفر. ففي كتاب شيرنييف أفضل نهايات أدوار كابابلانكا ذكر إنه رد بF5 الدفاع الهولندي، وبعد لعب نايت F3 أكمل بE6، ولكن حسب موقع chess.com ذكر انه رد بE6 وبعد نايت F3 لعب F5، ونصل لنفس الموقف، وهذا اللغز من احد الغاز الشطرنج. على اي حال الدور كمل بC4 نايت F6 بيشوب G5 بيربط الحصان، بيشوب E7 بيمنع الربط، نايت C3 والاسود بيت E3، وهنا تارتاكوفر كمل بB6. والنقلة دي لم تعجب ستوكفيش، وبالفعل هذه النقلة ليست منتشرة حاليا، وإنما الاسود بيلعب نايت E4 طالب الفيل، أو ربما يلعب الD5 ونخش في الدفاع الحجري. على أي حال بعد الB6 بيشوب D3 تم تعبئة الفيل عن طريق الفيونكة. وفكرة هذه النقلة هي السيطرة على الوتر الأبيض، وخاصة المربع E4، ومنع الأبيض من لعب الE4 أو ربما الD5 كسل كوين E8. النقلة دي أيضا لم تعجب ستوكفيش. هدف الأسود هو الذهاب للمربع H5، ولكن الكمبيوتر لم يقتنع بهذا السبب. كوين E2 نايت E4 طالب الفيل بقطعتين، ولذلك تم التكسير، والاسود قبل الاخذ اخذ الحصان طالب الوزير بتشيك،
ولذلك لابد من أخذ الحصان أولا، وهنا أخذ الفيل، وبكده الأبيض خرج ببيدقين مزدوجين وبيدق معزول. وستوكفيش بيرشح النقلة E4 لفتح الموقف، لكن كابابلانكا لم يلعب في الوسط وإنما لعب في جناح الوزير بA4. وهنا ترتكوفر رد قوي بأخذ الحصان، ورغم ان الفيل جيد للغاية على الوتر الا ان الاسود بيجد ان اضعاف الابيض بالبدائين المزدوجين هيسمح للحصان بمهاجمة البيادق سريعا، وبالطبع دي فكرة رائعة. وهنا بنذكر النصيحة الشطرنجية: ليس المهم ما تضحيه، المهم ما تجنيه. على اي حال الابيض اخذ بالوزير طالب الرخ، والحصان ذهب لل6 وفي طريقه للA5 للضغط على البيدق الضعيف. ولذلك فكرة ترتكوفر فكرة جيدة، روك B1. النقلة دي لم تعجب ستوكفيش لان لا يوجد ما يجنيه الابيض في جناح الوزير، فهو لا يستطيع لعب الC5 او حتى الA5. فما هي فائدة الرخ اللي رد عليها الاسود برد قوي؟ الروك B8 بيهدد بلعب الE5 وفتح الموقف في الوسط، رغم انه هيترك البيدق F5، لكن الابيض لا يستطيع اخذه لان الرخ هيربط الفيل على الوزير. ولذلك ستوكفيش اعجب بالنقلة كوين H3 لانها اولا بتمنع الE5 فالبيدق هيسقط بدون مقابل، ثانيا وهو الاهم هيلعب الF4 اللي هتمنع هذه النقلة نهائيا. وبعد روك F6 النقلة دي لم تعجب ستوكفيش، فالرخ ليس له هناك مستقبل، ربما بيهدد بروك H6، لكن الابيض هيكون لعب الF4 والوزير من تلقاء نفسه هيغادر، فلا جدوى من هذه النقلة. وبالفعل F4 واتمنعت الE5، نايت A5، الحصان وصل لتهديد البيدق، وبكده الفيل مجند لحماية البيدق الضعيف، والوزير زي ما قلنا ذهب للF3 D6. النقلة دي لم تعجب ستوكفيش رغم ان الاسود بيحضر بيها للعب الE5، لكن ستوكفيش رشح النقلة C5 لفتح العمود C لخدمة الرخ والضغط اكتر على البيادق الضعيفة، ولذلك D6 نقلة سيئة، وكابابلانكا تراجع مرة اخرى بالرخ، وده بيدل على مرور من تفكيره فلا يصر على الخطأ، متبعا النصيحة الشطرنجية: لا تخشى من تغيير افكارك. ودلوقتي الابيض هو اللي بيهدد الE4 وفتح العمود على الوزير، وبكده باظت الحياة مرة اخرى في قطع كابابلانكا من مجرد تغيير الفكرة السيئة. الوزير تنحى عن العمود والابيض نجح في لعب الE4، وبعد الاخذ بالطبع لا يستطيع الاخذ بالفيل والا هيسقط بيدق الC4، ولذلك اخذ بالوزير طالب مع الفيل بيدق الH، ولذلك G6. وهنا كابابلانكا لعب فيما اعتقد نقلة الدور G3، وهنعرف فايدة هذه النقلة بعد قليل. كينج F8 كينج G2. هنا وضحت فايدة النقلة، فهي اعطت الملك الفرصة للذهاب للG2، ودلوقتي خطة الابيض هي لعب الH4 والH5 وفتح العمود H مع تواجد الرخ على هذا العمود، وهنعرف تأثير هذه الخطة بعد قليل. وهنا ايضا ترتكوفر وجد ان رخه لا يقدم له العون، ولذلك تراجع بيه وبيسمع نفس نصيحة كابابلانكا، وبدأت اول الاقتحامات بH4 طالب الH5 D5 طالب الوزير، والابيض اخد، والنقلة دي ساعدت الابيض في التخلص من البيدق المزدوج،
لكن مازال بيعاني من بيدق السي اللي هيكون متأخر، والوزير مطلوب. وده الموقف المرسوم في مقدمة الفيديو. ومن هنا بدأ الدور بأخذ الرخ بتشيك، وبعد الأخذ أخذ بالرخ بتشيك، وبعد الأخذ دخلنا نهاية الدور رخ وحصان أمام فيل ورخ. ومن الواضح إن الأبيض أفضل، فهو هيفتح العمود اتش وهيحتله بالرخ، وأيضا الفيل له حرية كبيرة في الرقعة، بينما الحصان على طرف الرقعة، ودخوله إلى اللعب النشط هيستلزم بعض الوقت. لكن نقطة ضعف الأبيض الحقيقية هي بيدق السي 3 اللي لا يستطيع التقدم للأمام، ولذلك بنسميه بيدق متأخر. الأبيض نفذ تهديده H5 طالب بيدق الجي 6 مع الفيل، ورغم ان البيدق غير محمي الا ان الاسود لا يستطيع اخذه، والا الروك H1 هتزيد من آلامه. طالب البيدق، وبعد الاخذ هيسقط ايضا بيدق H7 مع الفيل، ولذلك ترتكوفر اكتفى بحماية البيدق والابيض اخذ. وبعد الاخذ تم فتح العمود وكابابلانكا احتله فورا. تهديده المباشر هو لعب الروك H6 والفوز ببيدق الجي 6، وبكده هيصبح له بيدقين سليكين هيحسموا الموقف. واذا الملك الاسود حمل بيدق مباشرة هيغير اتجاهه بالذهاب للصف السابع بتشيك ويفوز بالبيادق السوداء، ولذلك الملك مجبر على التراجع للإف 8 لحماية البيدق من الجي 7. ولكن كابابلانكا سبقه باحتلال الصف السابع. وهنا بنتذكر المبدأ الشطرنجي، الرخ بيتنفس عن طريق العمود المفتوح، لكن بيكون مفترس عندما يكون على الصف السابع، لأن هناك بتكون بيادق الخصم، والملك المبيت عادة في جناح الملك هياخد وقت كبير لكي يصل لحمايتها. بالطبع ترتكوفر لا يستطيع تحدي الصف السابع، لأنه هيخسر فورا بأخذ البيدق حامي الرخ ويفوز. ومع ذلك ترتكوفر رد بقوة بروك سي 6 بيحمي البيدق، وفي نفس الوقت طالب البيدق الضعيف سي 3، ورغم انه لا يهدده جديا والا هيسقط بيدق الجي 6 والابيض هيكون له بيدقين سالكين. وهنا ستوكفيش رشح بقوة النقلة روك دي 7 طالب بيدق الدي 5، والنقلة دي هتختصر كثيرا مشوار الابيض في الفوز. لكن كابابلانكا فضل لعب الجي 4 على اساس اما لعب الاف 5 وانتاج بيدق سالك، او لعب اولا الجي 5 ثم الاف 5 وانتاج بيدق سالك متقدم. ترتكوفر كمل بنايت سي 4 طالب الكش وتهديد بيدق الجي، او ربما طالب النايت بي 2 طالب الفيل وطالب البيدق. لكن ستوكفيش لم تعجبه هذه النقلة ايضا، فاوصى بالنقلة نايت بي 3، والحقيقة دي فكرة عبقرية. فالحصان في طريقه للمربع سي 1 طالب الفيل اللي لا يستطيع الاستمرار في حماية البيدق، وفي نفس الوقت حماية المربع اي 2 اللي هيصل اليه الحصان. طالب بيدق السي 3 بالحصان شخصيا ويعفي الرخ من اخذه ويستمر في حماية البيدق. والحقيقة دي نقلة ربما لا تخطر على بال بشر، ولذلك لعب نايت سي 4 والابيض نفذ تهديده بالجي 5، ولذلك الحصان اعطى الكش. وبعد تحرك الملك الحصان تراجع للاف 4 لإغلاق الوتر. لكن دي هي نقلة الخسارة. كابابلانكا لعب نقلة الدور وأخذ الحصان. وهنا بنتذكر مرة أخرى ليس المهم ما تضحي به،
المهم ما تحصل عليه. دلوقتي الاسود له اختيارين، اما اخذ البيدق بتشيك، لكن دي هتكون نقلة سيئة لانه هيساعد الملك في التقدم للجي 4، ودلوقتي اذا اخذ الفيل الملك بياخد وبيتقدم مع بدائين سالكين ويفوز، ولذلك لم يلعبها انما اخذ الفيل مباشرة، ودلوقتي مانع الملك من الذهاب للجي 4 ومستعد لاخذ البيدق بتشيك. وهنا جاءت النقلة اللي جعلت هذا الدور تاريخي. درجة الصعوبة 9. كينج جي 3 بيترك البيدق بتشيك، لكن في سبيل ان يجد طريقا للذهاب لمعاونة الرخ والبيادق، ورغم ان دي تبدو فكرة طويلة وبعيدة الا ان الرائع فيها ان لا يمكن منعها. وهنا في قاعدة شطرنجية ان الرخ وبيدق سالك حتى ولو كان متقدم لا يستطيع السيطرة على الملك، ولابد من معاونة الملك لكي ينجح في الوصول لمربع الترقية. بعد اخذ البيدق بتشيك الملك ذهب للاتش 4، وترتكوفر لا يستطيع منع الملك من التقدم بينما ملكه محاصر بالرخ، ولذلك بدأ في التقاط البيادق بروك اف 3. طالب ياخد البيدق بتشيك جي 6، بيترك البيدق بتشيك في سبيل ان الملك يختصر رحلته بالذهاب عبر المربعات السوداء، والاسود ليس له غير اخذ البيدق بتشيك. كينج جي 5 طالب الرخ، وهنا لو الاسود اخذ بيدق الدي الملك هيتقدم للاف 6، ولن نتحول لنهاية الدور بل هنتحول الى اصطياد للملك، ولذلك اكتفى بروك اي 4 للتراجع لحماية الملك. وهنا كابابلانكا يستطيع اخذ بيدق الاف، لكن تركه زاهدا وذهب للاف 6، بيستخدم البيدق كدرع من كشات الرخ، ودلوقتي الابيض بيهدد بالمات، ولذلك منحها بكينج جي 8، وبدأ تلاعب كابابلانكا بروك جي 7 تشيك. كينج اتش 8، وهنا اخذ البيدق بيهدد بالمات، ولذلك الرخ مجبر على التراجع، وهنا الابيض له الوقت لاخذ بيدق الاف. روك اي 4، كينج اف 6 طالب المات في نقلتين. روك اف 5 تشيك. كينج اي 5 طالب الرخ وطالب البيدق. روك جي 5 طالب البيدق، لكن كابابلانكا قدمه بتشيك وبيرحب بتكسير الرخين، وملكه متقدم مع البيادق ويفوز، ولذلك كينج جي 8 وكابابلانكا فاز ببيدق اخر. روك جي 1، كينج دي 5. كابابلانكا بتسلى بالتقاط البيادق ومنتظر تسليم ترتكوفر اللي كمل عدة نقلات. روك سي 1، كينج دي 6، روك سي 2، دي 5، روك سي 1، روك سي 7 طالب التكسير ولا يستطيع قبوله، طالب بيدق والابيض لا يهتم. كينج سي 3 طالب بيدق البي، وبعد الاخذ دي 6، وهنا فقط ترتكوفر سلم. بعد نهاية الدور ظهر فيها براعة الفائقة لكابابلانكا، وخاصة في النقلة كينج جي 3. وهنا احب اذكركم بمقولة خالدة، قول ستيفان جروزوفيتش: ان الافتتاحيات تعلمك الافتتاحيات، بينما نهاية الدور تعلمك الشطرنج. والى اللقاء في ادوار اخرى مع كابابلانكا العملاق. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.